مساء الخير. علاش انا ودادي وانت رجاوي؟ علاش واحد كيشجع البارسا والاخر تيشجع الريال؟ بمعنى السؤال اللي بغيت نطرحه هنايا معكم، علاش انا اختاريت الوداد وانت اختاريتي الرجاء؟ شنو اللي كيخلي الاختيار ديالي انا للوداد؟ شنو هي العوامل اللي اثرت فيا حتى اختاريت الوداد؟ وشنو هي العوامل اللي كتاثر في اي انسان انه يختار واحد النادي ويبقى يشجع فيه ويبقى يساند فيه ويدير كلشي على قبله؟ كاين ناس ممكن تموت على قبل النادي ديال الكره. اليوم غنتكلم لكم على 4 ديال العوامل كتخلي الانسان يختار النادي الفلاني وما يختارش النادي الفلاني. بمعنى انا اختاريت الوداد تبعا لهاد 4 ديال العوامل. حتى نتايا ايضا لابد انك تاثرتي باحد هاد العوامل وخلاك انك تختار النادي اللي كتشجعه. اجيو معنا غادي نشوفوا 4 العوامل اللي تكلمنا عليهم. العامل الاول وهو العائله. انت الا كبرتي في واحد العائله فيها غير الوداديين في الغالب غتكون ودادي، او الا كبرتي في عائله فيها الرجاويين في الغالب غتكون رجاوي. اذا المحيط ديالك القريب، العائله، الصحاب ديالك، الناس اللي كتكون قريب ليهم، فمثلا لاعب بحال ايمن الحسوني الاب ديالو كان لاعب الوداد الرياضي، ففي الغالب ايضا الابن ديال ايمن الحسوني في الغالب غيكون ودادي لانه عاش في هذاك لونطوراج ديال العائله الوداديه. في حين ايضا لاعبين او الناس اللي عاشوا في لونطوراج ديال الرجاء او ديال بركان او ديال فاس او ديال الجيش الملكي نفس الامر، حتى هما غيطلعوا في الغالب ماشي نسبه 100%، في الغالب غيطلعوا عزيز عليهم الفرقه ديال العائله ديالهم، الناس اللي كتشجع الكره في العائله ديالهم غيكونوا تابعين لهم. العامل الثاني وهو المدينه او المكان اللي انت عشتي فيه. مثلا انا ولد نقولوا اكادير، ففي الغالب غادي نشجع حسنيه اكادير. انا ولد مثلا العيون، في الغالب غادي نشجع مثلا مولوديه العيون، او مثلا في كازا ممكن تشجع الرجاء ولا الوداد. اذا انت مرتبط بالمكان الجغرافي اللي انت عايش فيه. في الغالب الانسان تينتمي لذاك المكان الجغرافي، تيحب المدينه ديالو لانه المدينه ديالك هو ذاك الوطن المصغر ديالك، انت كتبغي تحامي عليه وتدافع عليه. ولهذا انت ملي كتمثل او كي كتلقى واحد الفرقه ديال الكره كتمثل المدينه ديالك كتحس بها بحال المنتخب ديال المدينه ديالك، داكشي علاش كتميل معاها في الغالب. صعيب انك تكون مثلا الا دوك الفراقي اللي هما شعبيه كما كنقولوا على المستوى الوطني بحال الرجاء والوداد كلشي تيشجعهم مثلا، او الجيش كذلك، لكن الفرق اللي مرتبطين بالمدن ديالهم في الغالب اللي كيشجعهم هما ولاد المدينه. مثلا اسفي في الغالب غتلقى شكون اللي كيشجعها ولاد اسفي. ولهذا العامل التالي بالنسبه ليا فهو العامل الجغرافي، فين نتايا تزاديتي، فين كبرتي، شنو المدينه اللي كبرتي فيها. العامل الثالث وهو العامل العاطفي. كل واحد فينا عاش واحد اللحظه من اللحظات خلاته يرتبط بواحد النادي ديال كره القدم. مثلا نعطيكم الناس اللي يشجعوا ارسنال من العرب، اغلبيتهم تاثروا بواحد سميتو تيري اونري اللي هو اللاعب الفرنسي، وتاثروا بديك الحقبه الذهبيه ديال ارسنال في ديك الوقيته النتائج. هذا الناس مثلا اللي شجعوا الرجاء من بعد 2013 ملي وصلت نهائي كاس العالم، بزاف منهم تاثروا بدوك اللحظات العاطفيه وعاشوا ديك الاجواء هي اللي خلاتهم يشجعوا الرجاء حتى اليوم. ايضا نفس الشيء بالنسبه للوداد، الناس اللي شجعوها وصلت لعصبه الابطال وربحات النهائي فهم ارتبطوا معها عاطفيا لانهم عاشوا مع ديك اللحظه ديال النجاح. اذا نتايا العامل الثالث بالنسبه لي هو العامل العاطفي، اللحظه او الاحساس اللي عشتيه في واحد المره خلى داك النادي يدخل للقلب ديالك وتبقى تشجعه حتى اليوم. العامل الاخير بالنسبه لي هو التاثير السياسي الاجتماعي. كيفاش السياسي في الرياضه؟ فمثلا كاتالونيا كتمثل واحد النادي او النادي برشلونه تيمثل كاتالونيا اللي عندها تفكير سياسي او عندها اراء سياسيه مختلفه على الدوله ولا العاصمه مدريد، نوع من التحرر، نوع من المقاومه. وبالتالي الناس اللي كينتميو للبارسا ما كيحسوش بانهم كينتميو فقط لفريق كره قدم، ولكن كينتميو لواحد الكيان سياسي تيدافع على الحقوق ديالهم. ايضا نفس الشيء بالنسبه مثلا لاتليتيكو بيلباو اللي هو النادي الباسكي اللي ما تيلعبش فيه اي لاعب الا وهو تزاد في الباسك، تزاد في بيلباو. لان هذه ايضا توجهات سياسيه. كاينين انديه اللي كيكون عندهم توجهات سياسيه ورسائل سياسيه والناس كينتميو لهم لانهم تيحملوا هذه القيمه السياسيه. اذا هادو هما العوامل اللي بالنسبه لي انا اهم عوامل اللي تتخليك نتايا كتشجع واحد الفرقه وما كتشجعش الاخرى. الا كانوا عندكم شي عوامل اخرى كتبوهم لي في التعليقات. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم.